حالة مميزة تفردت بها الإعلامية شيرين الطحان منذ الظهور الأول لها على شاشة التلفزيون المصري. فعلى الرغم من دراستها بكلية التجارة إلا أنها استطاعت أن تكون واحدة من أبرز مذيعات التلفزيون المصري خلال الفترات الماضية، خاصة في البرامج الحوارية التي أبدعت من خلالها قبل أن تنتقل للشاشة الصغيرة كممثلة وليست فقط كإعلامية، لتطل علينا بعدة أعمال مختلفة شهدت ولادة وجه جديد قبل أن ترحل سريعا بعدما خسرت معركتها مع مرض السرطان الذي عاشت تصارعه سنوات دون أن تعلن عنه. الفنانة الراحلة شيرين الطحان أنجبت ابنتين هما مريم وميرا، ودائما ما كانت تتحدث عن مدى خوفها وحرصها عليهما، ولكن في النهاية المرض كان أقوى منها وهزمها، ورحلت